السلام عليكم خويا. حنا من الساكنه ديال كريان طومه، الزنقه واحد وجوج وثلاثه. المهم توصلنا اليوم توصلنا بواحد الورقه من عند السلطات كتعلن قال خاص كتعلن بلي ان الدور اليه للسقوط غيريبو خاصكم تحاولوا تفتحوا لنا المنازل ديالكم في اقرب وقت، ولا راه غادي نجيو غنهدموهم عليكم. اولا وقبل كل شيء، هاد السكن اللي كنسكنوا فيه حنا كيفاش هو معرض آلي للسقوط، وانتم كتشوفوا فيه داير بحال الدفتار عنده غلاف. هذاك الدفتار كيكون عنده غلاف باش ما يفسكش، لا طاح الدري ولا طاع ليه الماء ولا هذا كتشوفوا. كذلك هو مثال بحال الدفتار وساخ. حنا كنسكنوا هنايا، كيفاش غادي يطيح وانا عندي الزنق كيفاش غادي يطيح عليا؟ كيفاش آلي للسقوط؟ تعالى الاخ دخل اخا تصور هنا. شوف اخويا، راه عندي دايره ها الدوايات، ها القزير والزنق، هادشي اللي داير. سي انت شوف المشاش كيضروا يضاربوا هنا الفوق، ماشي مشكل، دينا عليهم 40 عام وما عايشين فوق مني انا بوحدي. المهم انت شوف اخويا الحاله، هادشي راه ما كاين لا آلي للسقوط لا والو. راه سيدنا الله ينصرو لينا والله يخليه عطانا هبه ملكيه 84 متر لكل اسره جوج اسرات في 84 متر. كيجي واحد كيبنيها ليهم وكياخذوا ديك البريطمون اللي كيبني كياخذ هذيك البريطمون والمكازه. ما علينا، حنا اصلا ما عندناش كيفاش غنمشيو لهاد البرطمات، وسيدنا عطينا هبه ملكيه سبحانه، والملك ديالنا عطينا هبه، والمسؤولين باغيين يحيدوها لينا. هادشي راه لا يعقل. راه كاينين الناس، راه كريان طومه كامل مشى جوج في بقعه، بحال كاري، بحال المنظار، بحال مول البراكه، بحال كلشي. هاد الناس جاو حتى لعندنا حنا عاد باش بغاو يطبقوا علينا هادشي ديال الديور آلية للسقوط. وهاد البرنامج شكون السبب ديالنا فيه؟ هو السيد رئيس الجماعه سابقا احمد بريجه ومعاونيه. هو واحد الانسان اخر كيسكن هنايا قاطن بالزنقه عندنا، ما هو مسؤول، ما عنده حتى شي علاقه بالسلطه، وكيهددنا حنا. التصريح غنخليوه من بعد. هو كونه يعرف العامل وكيعرف هاد السي بريجه وشي مسؤولين اخرين، كيجي كيهددنا واحد التهديدات ما غنهضروش عليها حتى غتوقع شي كارثه عظمى. عاد باش غادي نشوفوا التصريحات اللي كيقول لنا هو ديال غنصيفطكم للحبس وغندير لكم ونفعل لكم. راه كاين الملك، حنا كنعرفوا الملك. عاش سيدنا، عاش الاسره العلويه، راه ما غيخلعنا حتى واحد. غتقولوا هذا هو اصلا كان معانا اخينا، كان كيدير مظاهرات، كنا درناه باش يدوي على الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. وعاش الملك، وعاش محمد السادس، وعاش الاسره العلويه. وهذا الميساج هذا بغينا يوصل للمسؤولين ولسعاده العامل، وهذاك السي احمد بريجه اللي داير هاد البلباله كامله هنا في هاد المنطقه ديال سيدي مومن هو المسؤول عليها، هو المسؤول على هادشي كامل. هو السي احمد بريجه رئيس الجماعه سابقا، وعاش الملك. وديالنا راه ما غاديش نتفكوا عليه. ما حد ملكنا كاين في البلاد، وما حد محمد السادس معانا، وراه ما غنتفاكوش على ديالنا. راه قتلونا حنا ولا ديروا اي حاجه. وعاش الملك محمد السادس.